ازاي تتعلم تركي. احنا قلنا في كل الفيديوهات اللي فاتت انه شيء اساسي، طالما بتفكر تيجي تركيا يبقى لازم تتعلم تركي. تتعلم بقى وانت في مصر ولا هتتعلم لما تيجي هنا، دي حاجه ترجع لك، لكن في كل الاحوال انت هتتعلم تركي. ففي الفيديو ده انا هحاول الخص او يعني اقول من وجهه نظري اللي عايز يتعلم تركي يعمل ايه. فاول حاجه في موقع اسمه موقع يونس امرا. موقع يونس امرا هنزل لكم الرابط بتاعه في وصف الفيديو. الموقع ده هو موقع عاملاه الحكومه التركيه علشان اي حد عايز يتعلم تركي يدخل الموقع ده ويتعلم عليه. موقع هتتعلم عليه ببلاش من غير ولا مليم. هتفتح تلاقي الكتاب وفيه المحتوى بتاعه مرئي ومسموع، وتقدر تتعلم عليه خطوه بخطوه وتمشي كده لحد ما تخلص التركي كله. دي اول نقطه. رقم 2، في بقى كتاب او منهج لتعليم اللغه التركيه. في عندنا منهجين اشهر كتابين يعني، واشهر منهجين: كتاب اسطنبول وكتاب الهيتيت. كتاب الهيتيت انا شفت منه نسخه عربي، يعني مكتوب فيه بالعربي وبالتركي مترجم يعني. فكتاب الهيتيت ده 3 مستويات بس، 1 2 3، وهو يعتبر كتاب اصعب شويه من كتاب اسطنبول. انا درست بكتاب اسطنبول فهتكلم عنه اكتر، فيعني لو حد سالني انا كمحمود انا هقول له طبعا كتاب اسطنبول،